كيتقدوا. الله يجزيكم بخير، بارطاجيو على وزع نتاع امبيلونس وحده مازال ما وصلتش مولاي ابراهيم، حتى امبوليكوبتير ولا شي حاجه، راه الناس راه ارواح هادو راه. زلزال مراكش القوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع يا رب، اللهم آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ضرب زلزال قوي المغرب ليلة الجمعة ليلة السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرب جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، وقتل 632 شخص وأصيب 329 بجروح بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية. وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت إلى حدود الساعة 7 صباحا سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة. وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، وعرض التلفزيون المغربي مشاهد من أعقاب الزلزال، حيث بقى الكثيرون في الخارج خوفا من الهزات الارتدادية. وقفت عائلات قلقة في الشوارع أو متكدسة على الرصيف، وبعضها يحمل أطفالا أو بطانيات أو متعلقات أخرى. وتسلق عمال طوارئ فوق أكوام الحجارة وبقايا الجدران المنهارة، وكادت سيارة أن تدفن تحت أنقاض مبنى منهار. وشوهدت سلاسل ودلاء وملابس وسط الحجارة المتناثرة في بقايا أحد المباني. في أعقاب الزلزال مباشرة أظهرت صور تم نشرها على الإنترنت أشخاصا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.